تخيل لو انت طالع اجازه 14 يوم ولكن انت كلهم في النيل. الرحله دي هي الرحله الوحيده اللي بتخليك تزور اكتر من 9 محافظات في مصر في نفس الرحله. هتبدا من اسوان وهتنتهي في القاهره على واحده من افخم واجمل النايل كروزز اللي موجوده في مصر. احنا النهارده في موفنبيك داراكون. الرحله دي اسمها رحله اللونج كروز، بتبقى رحله من الرحلات الممتعه اللي انت لازم على الاقل تطلعها مره في العمر. شركات قليله جدا جدا في مصر هي اصلا اللي بتشتغل عليه، ولكن موفنبيك داراكون كانت بتحتفل ان هم نفذوا اكتر من 150 لونج كروز على مستوى مصر كلها من يوم ما بداوا. رحلات بتطلب من كل الدول في العالم وبالذات امريكا، انجلترا، المانيا، كل ده مع مستوى من السيرفيس والنظافه وكواليتي الاكل والغرف ممتاز طبعا. اول بقى ما تدخل داراكون هتفهم الستايل بتاعه، هي طراز العربي مع شويه لمسات مودرن مدياله لمسه جماليه حلوه قوي. وصلنا الغرف هنا في موفنبيك داراكون عندنا 46 غرفه و6 سويتات. كل الستايلات بتاعت الغرف زي ما انتم شايفين كده، كل الغرف بالكامل بيكون فيها اسبريسو ماشين. حجم الحمام بشكل عام معقول، فمهم بالنسبه لك انك تكون فيها مرتاح ومستمتع بالفيو التحفه ده وانت شايف كل المناظر الجماليه اللي حواليك. وصلنا اللاونج بار، قسمين، قسم اندور وقسم اوت دور. الجزء الاوت دور بقى بتاع اللاونج ده بالنسبه لي هو اكتر جزء انا بحبه في المركب، هو طبعا والصندق. الجو فيه هنا مختلف. وصلنا لاهم منطقه في النايل كروز كلها وهي الصندق. تصميمها مختلف لذيذ برضه حلو قوي. حجم البول الى حد ما بيبقى ستاندرد تقريبا في كل النايل كروزز. بصراحه ما كنتش متخيل ان في منظر بالجمال ده موجود في مصر. شفنا مناظر كتير جميله ولكن المنظر ده بالذات مختلف عن اي حاجه ثانيه. كل جزء في مصر ليه جماله. احنا بنعدي في الرحله دي على 9 محافظات، كل محافظه مختلفه عندها مزارات مختلفه عن الثانيه، ليها حكايه وليها قصه كبيره في التاريخ. وصلنا هنا واحنا دلوقتي في الطريق لواحد من اهم معابد مصر كلها. وصلنا معبد دندره، بيقولوا عليه معبد السحر والجمال، ومن اهم المعابد اللي موجوده في مصر. اتبنى في اكتر من 200 سنه وفي اكتر من 11 سرداب. كم النقوش والالوان المحفوظه بصراحه رهيبه. واحنا في طريق لسوهاج وصلنا دلوقتي قريه العرابه المدفونه عشان نيجي نزور دلوقتي معبد ابيدوس. بيقولوا عليه معبد اله العالم الاخر، وكانوا بيجوا يحجوا هنا من كتر قدسيه المكان. وصلنا اسيوط ودي قناطر محمد علي، واحنا حاليا داخلين لهويس اسيوط الجديد. متحركين بدري قوي النهارده، وبعد كده دلوقتي هنتحرك على شمونين، تونا الجبل، وتل العبري. وصلنا دلوقتي تونا الجبل وبدانا على طول بالمنطقه بتاعه السراديب. عمق وطول السراديب دي اكتر من 46 كيلو تحت الجبل. مقبره بيتوزيرس، المقبره دي هي ميكس كده بين الفن المصري وبين الفن اليوناني. بعد طريق طويل جدا في وسط الجبال اخيرا وصلنا للمقبره الملكيه لاخناتون. وصلنا لمنطقه المقابر الشماليه، في هنا اكتر من مقبره. ندخل مقبره احمس ومقبره ماري رع. وصلنا المنيا، من اهم المزارات اللي موجوده في المنيا وهي مقابر بني حسن. بدانا بقى دلوقتي رحله الصعود. الفيو بقى من فوق جامد، زرع، المدينه، الجبل. هندخل بقى دلوقتي نشوف ايه اللي موجود هنا في المقابر. المقابر دي بشكل عام موجوده من اكتر من 4000 سنه قبل الميلاد. نظام الوجبات هنا بيكون بنظام الفول بورد. الفول بورد يعني شامل 3 وجبات في اليوم، فطار، غدا، عشاء. النهارده مثلا اليوم بتاع السي فود. السي فود النهارده ما شاء الله فيه كم فرايتي وكم تنوع بين الوجبات كبير جدا. بعد ما جربنا بقى البوفيه الانجليزي والايطالي والفرنسي، وصلنا اخيرا لليوم الشرقي او المصري بالتحديد. في كم تنوع كبير جدا من الاكل المصري في اليوم ده. الفقرات اللي المركب بتعملها كل يوم كترفيه بالليل عشان ما تزهقش. في بروجرام كامل، في مره مش عارف فرقه فولكلور، مره جلابيه بارتي، في حاجات كتير مختلفه حلوه. فالاستاف بصراحه ناس بروفيشنال جدا، عارفين يعني ايه هوسبيتاليتي ويساعدوك بقلب بجد. فالناس كلها بالكامل هنا موجودين علشان يساعدوك ويتاكدوا ان انت مبسوط. اجمل رحله في مصر بلا منازع، بتبدا من اسوان وبتنتهي في القاهره. الرحله دي بالنسبه لي كانت خيال وحلم، اصلا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اخد الاكسبيرينس دي، ولما طلعت الاكسبيرينس ما كنتش متخيل ان هي بالجمال وبالحلاوه دي كلها. الموضوع فوق كل توقعاتي بكتير.